الأخت باكينام، زميلة معانا في الكلية وعضوة هنا في الأسرة. وعرفت ازاي انها الأخت باكينام؟ الأخت باكينام بتدي دروس دينية لهداية الطالبات في الجامعة. اللهم ارضى عليكي، اللهم ارضى عليكي يا أختي باكينام. انما اخ محمود، ايه النشاطات اللي بتعملها اسره نور الحق بالظبط يعني؟ لا الأنشطة كتير والحمد لله. يعني احنا مثلا بننظم رحلات ترفيهية للطلبة. حلو قوي. لزيارة أضرحة أولياء الله الصالحين. الله اكبر. وبنقيم مسابقات بين الطلبة جميل. في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف. لا حول ولا قوه الا بالله. وأخيرا يا أخ مرجان أصدرنا جريدة نور الحق بالجهود الذاتية. طب والاخلاق يا اخ محمود؟ الاخلاق، وديك شايف منظر البنات في الجامعه عامل ازاي؟ البلوزات في الطالع والبنطلونات في النازل. لا حل سوى الزواج يا أخ مرجان، فالزواج يصون الفتى والفتاة من الوقوع في المعصية. الله، يتجوزوا ازاي وهم لسه بيتعلموا واهاليهم بتصرف عليهم؟ يا أخ مرجان، إن زواج المسلم والمسلمة ليس في حاجة إلى حفلات صاخبة. يعني يتجوزوا في السر؟ إن الزواج في السر أهون بكثير من الفضيحة في العالم. عرف يعني. حلال حلال حلال. يعني انتوا برضو مأنتمين، ودي تفرق ايه؟ السلام عليكم.